خدها قاعدة، اللي هيفرقك مش بس شطارتك، اللي هيفرقك ايمانك انك تستحق تكون في مكان افضل. هاي، انا يارا سليم، والنهارده جايه اقول لكم ازاي قدرت اشتغل اوبريشن اكاونت مانجر بعد سنه واحده بس من التخرج. السبب اللي خلاني اعمل الفيديو ده هو اني كان نفسي الاقي الفيديو ده في الفتره اللي انا كنت بدور عليها ازاي اخرج من مجال الكول سنتر، لان انا متاكده ان كتير زي يعني بيواجه المشكله دي او واجهها اوريدي، ان احنا كفريش جراد لسه متخرجين مش عارفين ايه لسه المجال بتاعنا، مش عارفين احنا عايزين نشتغل ايه. بنواجه صعوبة شوية في انه نلاقي حد يوجهنا. طب انت اهتماماتك عاملة ازاي؟ الكارير اللي انت بتدور عليه او بتحلم تبقى فيه in the future عامل ازاي؟ فدي كلها اسئله هجاوب عليها النهارده، وهخليكم by the end of the video تعرفوا ازاي تختاروا المجال اللي يناسبكم. ولو ناس عايزه تعرف اكتر عن الاكونت مانجمنت عموما خصوصا في الاوبريشن، اكتبوا لي تحت في الكومنتس وهعمل لكم فيديو منفصل عنه. اديكم نبذه سريعه عن ماي باك جراوند. انا بعد التخرج زي اي مواطن مصري او اي مواطن في العالم اي بليف ما كانش عارف لسه هو عايز ايه. ما كنتش عايزه اشتغل بشهادتي، هاو ايفر ان انا جربت اشتغل بشهادتي وفشلت فشل ذريع لان ده مش انا. فقررت بعدها ان انا ابدا ادور على مجال تاني. طب ايه المجال اللي ممكن يفتح لي مجالات تانية in the future؟ هو الكول سنتر. فبدات ان انا ادور على حاجات الكول سنتر واشتغلت بالفعل بعد تقريبا اسبوعين او شهر بكتير من التخرج في شركة كبيرة معروفة بدون ذكر اسماء، في اكاونت برضو جوه معروف، اكاونت كندي تيليكوميونيكيشن كومباني يعني. كنت بيلينج كيو، كنت برد على الكاستمرز، بعمل كومبلين، بخلي الكاستمر يدفع الاماونت اللي عليه and so on. يعني الحاجات كلها ليها علاقة بالفلوس وفاينانشال. كانت اصعب حاجة انا اشتغلتها وكانت اكتر حاجة صادمة بالنسبة لي، لان بقى خلاص يعني بدأت ادخل في البيزنس فايبس بقى. يعني كنت بشتغل في الاول مدرسة شوية، حسيت انه لا مش انا. بدأت بقى اخرج لعالم البيزنس والشركات، وبدأت اصطدم شوية هما ازاي، مش عارفة اقولها ازاي، بس مش بيستعبدوا الواحد، بس يعني انت بتحط هيوج افورت في حاجة العائد المادي بتاعها كويس بالنسبة لك، او ممكن في شركات فعلا العائد المادي بتاعها بيكون كويس، لكن هي يعني كبرسوناليتي وكنولج مش مجزية خالص. يعني انت بتبقى قاعد بتعمل نفس الحاجة كل يوم. the different is ان انت بس بتقابل ناس مختلفة، مايند سيت مختلفة. اتعلمت منها كتير، يعني هبقى كدابه لو قلت ان انا ما اتعلمتش، لا بجد حسنت جدا عندي الكوميونيكيشن سكيلز، حسنت النيرف كنترولينج، حسنت حاجات كتير ليها علاقه اكتر بالسوفت سكيلز. ولكن تكنيكاليتي كانت بالنسبه لي يعني حاجه ضئيله جدا، ما كنتش عارفه. وانا شخص بيحب يتعلم، بيحب سيلف ليرنينج، بحب اعرف نولج جديده كل يوم. وصلت لبوينت كده معينه حسيت انه لا this is enough، محتاجه ادخل في فيل تاني يديني فعلا اريل نوليدج او اريل اكسبيرينس اقدر ان انا اخش بيها في مجال البيزنس والشركات اكتر من كده. طيب خلونا نبدا بايه هي الستبس اللي ساعدتني اني اخرج بره مجال الكول سنتر. اول ستيب هي identify your skills، ان انت تعمل identifying your skills، وايه الحاجات اللي انت كويس فيها وايه الحاجات اللي لا مش ستايلك او مش الحاجات اللي انت حابب تشتغل فيها فتبعد عنها. دي هتسهل عليك الطريق كتير قوي. لاول حاجه ان انت تعرف اتليست المجال اللي انت عايز تشتغل فيه ده عباره عن ايه، فهتسهل عليك الريسيرش فيه او ان انت تدور على الاوبورتيونيتي فيه. تاني حاجه ان انت تبقى موجه لحاجه معينه قادر ان انت تبذل فيها افرت، احسن من ان انت تبقى بتبذل افرت في 200 ألف تايتل و200 ألف جوب بوست وفي الآخر ما يبقاش في حاجة سبيسيفيك واضحة قدامك. طبعا ممكن في امكانيه ان انت بعد ما تعمل كل ده يجيلك بوزيشن انت ما كنتش تعرف عنه خالص او بعيد عنك خالص، او يعني ما كنتش متخيل ان انت تبقى بتشتغل فيه. ده طبيعي جدا، وده بتبقى يعني حاجه كده من عند ربنا ان هو شايفك في الحته الفلانيه. فلو لقيت الدنيا بتتيسر لك في مجال معين كان بعيد عنك شويه، حاول ان انت تبدا فيه وتتعلم منه، اتليست تاخد نولج ما ان شاء الله يجيلك الاوبورتيونتي اللي انت بتحلم بيها. تاني ستيب وهي مرتبطه شويه بالستيب الاولانيه، وهي identifying your goals، ان انت تحدد الجولز بتاعتك. ده برضو هيساعدك كتير قوي ان انت تعرف تابلاي فين وعلى بوزيشن عامل ازاي بالظبط. طيب ازاي احدد الجولز بتاعتي؟
يعني حاول ان انت تفكر انت حابب تشوف نفسك فين كمان 5 سنين. انا عارفة ان هو سؤال كليشيه جدا من الانترفيورز، ولكن انت فعلا لو تعمقت فيه وفكرت فيه هتلاقي ان طب انا فعلا محتاجة اشوف نفسي، او ان انا لما بسرح بخيالي كده بشوف نفسي عامل ازاي، او بشوف نفسي في بوزيشن عامل ازاي. حاجة بسيطة بس هتساعدك كتير ان انت تعرف برضو نفسك اكتر. كل ما تعرف نفسك اكتر كل ما هتعرف تابلاي على ايه، كل ما الطريق هيبقى اسهل. تالت ستيب وهي invest in yourself. تبدأ تاخد كورسز، مثلا لو انت شايف ان انت محتاج كورس في حاجة معينة. انا بالنسبة لي كانت الانجليش هي حاجة مهمة جدا، وستيل بشوفها حاجة مهمة جدا، لان مفيش اي شغل هيخلو من الانجليش. فلو انت شخص الانجليش بتاعه محتاج ان انت تشتغل عليه، ابدأ دلوقتي. انا من انصار السيلف ليرنينج جدا، ان انت تسيرش وان انت تجيب المعلومة بنفسك احسن بكتير ليك ان انت تفتكرها في الذاكره البعيده، من ان انت تاخدها تاخد الانفو على الجاهز. يعني زي ان انت تروح تابلاي في كورس معين، فتبقى بتروح تحضر وبيبقى فيه انستراكتور هو اللي بيديك الانفو كامله، بيبقى مجمع لك كل حاجه. هي دي كويسه لبعض الناس واتدبندز على البيرسوناليتي طبعا، بس انا بشوف ان انت اللي تسيرش على المعلومه وان انت تبراكتس مع نفسك كده، حتى لو هتفتح فيديو وتقعد تبراكتس تقول اي كلام في اي حاجه تفتكرها، ده هيبقى بالنسبه لي انا كان اسرع حل ومور efficient. يعني اكتر حل كان فعلا جاب نتيجه في وقت قليل جدا. ان انت تinvest yourself بحاجه انت شايف ان هي a weakness point فيك، دي حاجة هتساعدك جدا. build your personality كمان، خليك واثق في نفسك. لو انت دخلت اي interview ان انت عارف your weakness point ايه وبتشتغل عليها، ده هيخليك حد عنده confidence كبيرة جدا. شايف ان انت محتاج مثلا communication skills، لو حاسس ان انت مش عارف تتعامل مع الناس قوي او الناس مش فاهماك قوي، ف why not ان انت تاخد كورس بسيط قوي على اليوتيوب مثلا ليه علاقة بالسوفت سكيلز، وازاي ان انا اكومينيكيت مع الناس، وازاي ان انا اشرح او اوصل معلومة معينة لحد بطريقة ما تكونش مؤذية مثلا لفظيا او كلاميا، لان في ناس كتير قوي مش بتاخد بالها من طريقة شرح المعلومة او من طريقة كلامها. ممكن يكون انت شايف ان كلامك عادي جدا، بس الشخص اللي قدامك شايف انه لا انت اجريسيف. ستيب نمبر 4 وهي انك تابديت طبعا يور سي في. دي حاجة مهمة جدا ان انت تخلي يور سي في فيه كل الورك اكسبيرينس، او حتى لو انت لسه فريش جراد ما عندكش اي ورك اكسبيرينس، اكيد في الجامعه كنت بتعمل مشاريع تخرج مثلا، او كنت بتشتغل على بروجكت معين، ده يعتبر ورك اكسبيرينس، فحطه في السي في لحد ما ان شاء الله تبقى عندك الورك اكسبيرينس او البيزنس ورك اكسبيرينس اللي انت تقدر تحطها في السي في. بس اهم حاجه ان انت ما تسيبش السي في فاضي، يعني اكتب الحاجات اللي انت عملتها خلال ال4 سنين الجامعه، سواء ان انت كنت في كلاب معين في الجامعة، كنت بتأسست في حاجة معينة، في بروجكت معين، اشتغلت على presentations whatsoever، لا اكتبها في السي في لان it count. ويعني حاول ان انت في الانترفيو تتكلم عنها اكتر، عملت ايه، الحاجات الصعوبات او المشاكل اللي واجهتك وانت بتعمل البروجكت الفلاني مثلا وحلتها ازاي. دي كلها حاجات بتفرق قوي في الانترفيو. ولو عايزيني اقول لكم على tips and tricks كده تعملوها في الانترفيو، بما اني بقيت انا الانترفيور، اكتبوا لي تحت في الكومنتس وهعمل لكم فيديو عنها منفصل. step number 5 وهي build a strong network. مهم قوي ان انت يبقى عندك نتورك كويسه وريليشنز كويسه بين الناس عموما، وسبيشلي في البيزنس. انا ابقى باينه البيزنس بيحتاج كوميونيكيشن، بيحتاج نتورك، بيحتاج ان انت يبقى عندك نتورك كبيره او العلاقات بالناس عموما. دي حاجه كويسه طبعا، تكون علاقات طيبه اهم حاجه، مش علاقات يعني مصلحه وكده، بس ان انت يبقى عندك نتورك كويسه، ناس بتساعدك، انت بتساعدهم، عارف ان هما بيشتغلوا في شركات معينه فتقدر ان انت تابلاي معاهم ويعملوا لك ريكومنديشنز. دي حاجه هتساعدك جدا. اساسا في شركات بيبقى عندها ريكومنديشن بروجرام، ده تقدر ان انت تخلي حد يعمل لك ريكومنديشن، حد شغال جوه الشركه يعمل لك ريكومنديشن ويابلاي يور سي في. ساعتها هو بياخد مقابل مادي من الشركه على حسب بقى البروجرام بتاعهم بيبقى بقد ايه، ان كيس يعني يو جات اكسبتد ان شاء الله، وانت كمان بتكون استفدت، فهي وين وين سيتويشن. فالحاجات دي موجوده دلوقتي عادي جدا، ما بقتش حاجه يعني اللي هو الناس بتشوفها بطريقه وحشه، لا بالعكس بقت بزنس وايز، بقى الشخص اللي بيعمل لك ريكومنديشن بياخد اماونت وكمان انت تستفاد. ستيب نمبر 6 وهي مهمه جدا جدا بالنسبه لي، ان انت